الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد. أيها الإخوة في الله، نقف في هذا اللقاء مع مسألة هامة، وهي من اشترى أضحية وأراد أن يبدلها بأفضل منها، هل يجوز ذلك؟ أيها الإخوة في الله، قلنا أنه يحصل تعيين الأضحية بالقول دون النية، أو بالشراء بنية الأضحية على مذهب أبي حنيفة ومالك، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك، واختار بعض أهل العلم أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية. فمن اشترى أضحية ناويا أن يضحي بها فلا يلزمه التضحية بها، ولكن لو قال هذه أضحية أو اشتريت هذه الشاة لأضحي بها فقد وجب عليه أن يضحي بها، لأنه تلفظ بها أو تلفظ بذلك أيها الإخوة في الله، وعليه فلا يجوز بيعها لأنه أخرجها من ملكه لله تعالى، إلا إذا أراد أن يشتري خيرا منها، لأن الأضحية أيها الإخوة الأفاضل كلما كانت أفضل كانت أحب إلى الله تعالى، فله أن يبيعها من أجل أن يشتري أفضل منها. فطلب الأكمل في الأضحية عبادة يثاب عليها، فاستبدال الأضحية بأخرى خير منها لا بأس به لأنه زاد خيرا. سئل مالك عن ذلك فقال: لا يبدلها إلا بخير منها، انظر المدونة. وسئل أحمد عن استبدال الأضحية بخير منها فقال: لا بأس، انظر سؤالات عبد الله. ومنع الشافعي من إبدالها ولو ب1000 مثلها، انظر كتابه أو انظر الأم، بحجة أنه أوجبها فلا يجوز ذلك أي إبدالها. والصواب ما ذهب إليه الجمهور، إذا كان سيبدلها بخير منها أمر لا بأس به، وأما إن كان سيبدلها بأقل منها فلا، وإن كان سيبدلها بمثلها فلا فائدة فيه. إذن أيها الإخوة، فاستبدال الأضحية بأخرى خير منها لا بأس به، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.